السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. النهاردة هنشرح أداة لسه نازلة جديد في تطبيق كاب كات. يعني أداة بنستخدمها في تعديل الفيديوهات وفي المونتاج، ولكن على تطبيق كاب كات. والتطبيق ده لو انت ما تعرفوش فهو على الموبايل، بنبتدي نستخدمه بشكل مجاني عشان نعدل على فيديوهاتنا بشكل احترافي، وكمان على الموبايل بتاعنا زي ما انا ما قلت. وانا عامل سلسله كامله اسمها كاب كات، ببتدي ان انا بشرح لك ادوات ومميزات جوه التطبيق عشان نعمل مع بعضينا مونتاج بشكل احترافي. والنهارده معايا اداه مميزه جدا. الفكره فيها انك انت مثلا في فيديوهات بتبقى مثبت الكاميرا فيها، او الكاميرا ذات نفسها ثابته في الفيديو، ولكن الشخص اللي جوه الفيديو بيتحرك، وبالتالي الفيديو ممكن يكون ممل بسبب ان مفيش حركات كتيره جوه الفيديو، او ان مثلا الكاميرا ثابته. فاحنا عاوزين نضيف لها حاجة كده مميزة، خصوصا لو الحركة كتيرة. مثلا لو مثلا الفري ستايل اللي هو شخص بيقدم مثلا رقص، او مثلا فيديو بالعرض عاوز تعمله كأنه ريل بالطول، وعاوز مثلا انك انت بتتحرك، فعاوز الكاميرا تتحرك معاك. فهي دي الأداة اللي جوه كاب كات. فكل اللي عليك انك انت بتفتح تطبيق كاب كات، وبتجيب الفيديو اللي انت عاوز تعدل عليه، هتحدد على الكليب بتاعك، وهتروح على أداة اسمها لوك. فكرة في الأداة دي إن هي مجانية في الفترة الحالية، ولكن بعد فترة كده طويلة هتبقى بشكل مدفوع يعني. فاحنا هنبتدي ان احنا نستخدمها في الفترة دي بشكل مجاني، عشان لما تبقى بشكل مدفوع هو مكتوب عليها يعني كلمة فري، اللي يعني ممكن بعد كده ان هي تبقى بشكل مدفوع، عكس باقي الادوات اللي جوه كاب كات كلها بشكل مجاني. المهم انك انت لما بتفتح الاداة دي بتلاحظ ان هو بيوفر لك 3 اختيارات. عاوز الكاميرا تتحرك مع الفيس او الوش اللي موجود في الفيديو، ولا عاوز يتحرك مع البادي او الجسم الموجود في الفيديو، ولا عاوزه يتحرك مع ايد من الايدين الموجودين في الفيديو، مثلا لو انت ماسك منتج او كده. فانا مثلا هبتدي اختار ان هو يتحرك مع الفيس او الوش. يعني هتبتدي تدوس عليه وتدوس على كلمة ستارت او بدء، فهو لوحده هيبتدي يحمل معاك. مش هياخد وقت طويل، اخره من 2 ل3 دقايق على حسب مدة الفيديو، على حسب الحركات والحاجات دي. المهم هتسيبه يحمل براحته، وهو لوحده هيظبط الفريم وهيظبط لك كل حاجة بحيث ان هو يتحرك مع الحاجة اللي انت حددت عليها. تقدر كمان انك انت تتحكم، عاوز مثلا الحركات او حركة الكاميرا تكون فيت سكرين جوه الفريم ذات نفسه، او مثلا عاوز تقلل الروتيشن او الحركات، مثلا لو انت شايفها تهتز بشكل كبير يعني ممكن تقللها شوية، او مثلا لو انت عاوزه ان هو يتحرك ولكن مش بشكل معمول زوم قوي على الكاميرا بتاعتك، فبالتالي الموضوع ما يكونش يعني يضايق الشخص اللي بيتفرج، فيكون نفس المساحة اللي انت حاططها، ولكن برضو بيتحرك في المساحة ولكن مش عامل زوم يعني. بس كده، هتسيبه يعمل كده، وبعد كده تبتدي تختار الحاجات اللي تريحك من الاعدادات زي ما انا ما قلت لك، وهتبتدي تتفرج على الفيديو بتاعك ومشكلتك هتتحل. والأداة يعني سهلة الاستخدام وبتحل لك كذا مشكلة. فبس كده، الحق استخدمها وجربها، وما تنساش اللايك والمتابعة والكومنت سواء كنت على الفيسبوك او على اليوتيوب. انا يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.